والله بسم الله ضرك عندنا قضية شرح مكونات البندقية بساميها العربية الحسانية، وإشارة بسيطة للبنادق القديمة، وإسقاطها على البنادق الآلية الحديثة اللي بين يدينا. هذا ضرك الحالي مدفع جطروة، هو مدفع صناعة ألمانية، والمدفع بصورة عامة أسوأ تقليدي وأسوأ حديث أوتوماتيكي. احنا لهجتنا العربية الحسانية عندها الوسامي كامل. هذا منه اللي يندار على المنكب يسكن فيه ينقال له ركيز المدفع، هو نقطة الارتكاز اللي ركز فيها المدفع ويندار بحفرة المنكب يهنا فيها إياك إنه ما يردس الخباط إلى فات اللي انتهت تقوم العمارة. وهذا ينقال له القرص وينقال له الزناد، وهو اللي لين تنترو يأخذ المقزل ويخبط قعارة القصبة وتحت تشتعل وتحرر المطرق من القصبة ويوخر اللي هو رصاصة المؤثرة. هذا ينقال له زناد. وبل الغرفة النقر اللي بل منين داخل العمارة وبل منين يجيها المقزل ويخبطها اللورة ينقال له بيت النار، وينقال له ضرب بالأسلحة الحديثة ينقال له غرفة الاحتراق. ونقولوا له احنا في تقاليدنا بيت النار، وبيت النار اللي هي غرفة الاحتراق. وهذه ينقال لها جعبة منقوطة، هاي التيوة الكبيرة ينقال لها جعبة، وتعود من نقر محزة، لأنها كل ما كانت حسسها متقاربين كل ما سرعة القذيفة أسرع. ولين ينحكوا الحسس نقول احنا في تقاليدنا المدفع فاطر درس عاد يزرق المطارق عند فمه ما تلاوي بعد، نقولوا مدفع فاطر الين تعود شعبته ملسه. وهذا ينقال لها الذنبانه، هذه ضرك اللي فوقانيه ينقال لها الذنبانه، وهي اللي تندار على الهدف. وهذا ينقال لهم القطوعه، معناها ان يطرح الرامي الخبار ايده عينه عند هذا القعر اللي هو اللي ينقال له القطوعه، اللي مدافع عن الاولي القطوعه ما هو مقعوره قطع. هذا القطع يطرح عليه عينه ويقارنها مع القصبة مع الذنبانة، ويدير الذنبانة على الهدف ويهنى ويخبط. هذا هو المحكم، هون ينحكم منه المدفع. هذا هو اللي ينقال له الابتستالي عند أهل اليوم، وهو اللي ينقال له المحكم عندنا احنا يحكمه ويدير الركيز على منكبه ويتحاذى مع مدفعه. طبعا كما قلنا كانت عندنا القطوعة وعندنا الذنبانة، هذه الأسامي كاملة. طبعا فم مولي مسألة مهمة اختيار الشير الهون، على فم خبيط الأهداف المتحركة وفم خبيط الأهداف الثابتة. الهدف اللي يعود ثابت يالط الرامي يقاد تعاينه ويتم يقلق فيه النفس ويسرق قرصه لين تقوم عمارته ما يعلم، لأنه هدفه ما هو حاركه هو متحكم فيه. بينما الهدف المتحرك اللي هو خبيط الوحش الدقيمير والله في الحرب في أيامنا الأولى الزمن الأول يحوص القرص عند منين يتقاد القطاع على الهدف يحوص قرصه لا يتخطى الهدف ما صار لين يخبطه. وكانت الناس في تقاليدنا تنقال عنها شيء من الروايات وهم موروثنا الاجتماعي اللي ورثنا عند خيامنا. اعلن المقاومين كانوا في الليل يقعدوا على جمالهم، والجمال ما يسمع شيء حرك مصاد شور، ويحكموا بين وذنين جملوا ولين يصدوا يهنا يقوم عمارته ويقتلوا بها نصارى كانوا. معناها ان الرمايه احنا بالنسبه لنا جزء من حياتنا، والمدفع محافظين عليها منيا ولا يندار ما هو فوق الدبش، وقمدوا وحده والتعمار قمدوا وحده. اياك ان ما يخلق اختلاط بيناتهم يعود يأثر امنيا. ونقولوا مولي في تراثنا الاجتماعي التقليدي على ان المدفع عمره الداخليه كانت تركب ما يمسوه وينخلعوا منه. المهم ان اجزاء المدفع في التراث الحساني العربي هي اللي هي عباره عن ركيز وقرص وجعبه وبيت النار وذنبانه وقطوعه. هذا هو مجموعة مسميات. والبنادق التقليدية اللي كانت موجودة هي الكشمة والفرادة والوروار والرباعيات والخماسيات والسداسيات والسباعيات، ومن فم جا ترانسيس وجا موزار وجا فال وجا جتروا وجا كلاشنيكوف. هذا هو التطور التاريخي للمدافع اللي كانت عندنا. والمدافع الأولى كانت تنحشب البارود وتندك بكتانة وتنخبط بطريقة بدائية تقليدية. وجاءت هذه البنادق الأوتوماتيكية سريعة الطلقات وتم العملية بشكل سريع مع تأتية البنادق التقليدية. وصناعنا التقليديين هم كانوا يصنعوا البنادق ويصنعوا ذخيرتها ويعدلوا لها الصيانة. وهذه البنادق ذاك الآلية احنا تخسر بنادقنا يعدلوها، صناع تقليدية معروفين يعدلوهن، لأن الدقدق المغزل النقر اللي يخبط قعارة القصبة يعدلوهن، وهو من مادة خاصة من معدن خاص. ولين يدقدق الركيز يبدلوهن، ولين تخسر الجعبة يعدلوهن، ولين تطيح ذنبانتنا يعدلوهن، وما زالوا محافظين على هذا. ونختاروا من الرماية التقليدية تم محافظة على ذلك وتستخدم ذلك لسان.
لا أتوقع هذا هو اللي عندنا اليوم عن هذا.